الاختبار الخامس نسبة المية اللازمة لعجينة أسمنت ذات قوام قياسي. يعني إيه قوام الأسمنت؟ لما بتحط المية على الأسمنت دي بيحصل لها بلل. درجة بلل الأسمنت دي هي الإيه؟ هي القوام. يبقى هو محتوى المية في العجينة الأسمنتية. لكن لما أقول قوام قياسي معنى كده إن في حاجة قياسية لازم إيه؟ تبقى ثابتة على الكل. إيه هي بقى؟ نسبة المية اللي بحطها على الأسمنت دي بحيث ان هي تسمح بنفاذ الطرف الاسطواني لجهاز فيكت الى نقطة تبعد 5 ملم من قاع قالب جهاز فيكت. جهاز فيكت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عمود متحرك بصامولة كده على الايه؟ على الجزء الثابت ده اللي هو الازرق ده. عن العمود المتحرك ده في علامة وفي تدريج في الجزء الايه؟ في الجهاز الثابت ده. العلامة دي بتديني ايه؟ قرايه على التدريج اللي موجود على الجهاز ده. العمود ده بربط فيه من تحت اسطوانه قياسيه اللي موجوده عندك دي اللي اسمها البلانجر. البلانجر دي طولها 50 مللي وقطرها 10 مللي. عندي تحت فيه قالب مخروط، شايفين المخروط المعدني اللي تحت ده مفتوح من فوق ومن تحت. انا بحطه على لوح زجاجي من تحت وبملاه بالعينه الايه بتاعه العجينه الاسمنت. بحط البلانجر ده او الاسطوانه على سطح الاسمنت من فوق واسيب العمود ده ينزل تحت، تاثير وزنه ينزل جوه العجينه بتاعتي لحد ما يبقى المسافه ما بين نهايه طرف البلانجر ده وما بين اخر القالب من تحت او بدايه اللوح الزجاجي، ما بينه وما بين اللوح الزجاجي كام؟ 5 مللي. لو العجينه دي فيها ميه كتير البلانجر ده هيدي ايه؟ هيدي قرايه 4 3 2 ينزل تحت على الايه؟ على اللوح خالص. طب لو العجينه دي ناشفه قوي مش هو القوام القياسي، البلانجر ده هيجي عند 10 سم هينزل وهيقف. يبقى انا بحدد القوام القياسي بتاع العجينه ده كميه الميه دي قياسيه ولا لا عن طريق جهاز فيكت. يبقى هو نسبه الميه اللازمه لعجينه اسمنتيه تسمح بنفاذ طرف الاسطواني لجهاز فيكت مسافة تبعد 5 مللي من قاع قالب فيكت. بستخدمه في ايه بعد كده الاختبار ده؟ قلنا بحدد كمية المية لازمة. بعد كده في عندي اختبار زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي. بحتاج فيه اول خطوة ان انا يقول لك عجينة ذات قوام قياسي. ادي المعدات بتاعتي اللي انا هستخدمها. ادي الجهاز والاسمنت والميه. درجه حراره الحاجات دي كلها قلنا بنسيبها في درجه حراره الغرفه بحيث ان هي تاخد تبقى كلها 20 درجه مئويه. درجه الحراره ما تاثرليش على اي حاجه في الاختبار. بحدد كميه الميه في الاول باخدها مثلا 100 جرام ونسبه الاسمنت مثلا 400 جرام. يبقى بوزن نسبة من الأسمنت. ادي عندي الميزان بيحط عليه الطاسة بتاعت دي الأول وبعد كده بيصفر الميزان بحيث إن هي تطلع لي في الآخر وزن الأسمنت الإيه؟ الصافي من غير الوعاء بتاعي ده. ادي 400 جرام أسمنت يحطهم في وعاء كده غير منفذ للمية خلاص، ويعمل كومة كده من الأسمنت ويفتح الكومة دي من المنتصف بحيث ان اي مية يحطها بعد كده في الاسمنت ما تهربش مني. يبقى بحافظ على كمية المية اللي انا بحطها دي. كمية المية دي انا اللي بقيسها، بقيس ايه هي نسبة المية القياسية. فبالتالي انا عاوز المية احافظ عليها كل حطيت 100 مللي يبقى هما الايه؟ ال 100 مللي امتزجوا مع ال 400 جرام اسمنت كلهم. يقلب من بره كده يحط الايه الاسمنت بتاعي لحد لجوه بحيث ان الميه دي تبقى جوه الاسمنت كلها وبعد كده يبدا ايه يقلبهم ببعض. ادي القالب بتاعي وتحتيه اللوح الزجاجي يبدا يملاه. مفيش اي فراغات، نتاكد ان مفيش اي فراغات تحت، يملاه كويس.
يساوي السطح بتاع القالب ده كويس، بحيث ان هو يبقى ايه سطح افقي تماما. في اي حته ناقصه يزودها، اي حته زياده يشيلها. قبل ما تنشف طبعا لازم ايه خطتين كده، بحيث لو في اي فراغات هواء ولا حاجه نشفت خلاص. هيحط البلونجر بتاعي، ادي الطرف الاسطواني، هيحطه على ايه، على سطح العجينه بتاعتي، وبعدين يقفل الايه، يقفل الصاموله بتاعتي دي، يبقى هو دلوقتي على السطح تماما. وبعدين استنى 3 دقايق كده ولا حاجه، عشان اي حركه السرعه الابتدائيه بتاعتي دي اللي لو سبته مره واحده ايه بينزل بسرعه. خلي بالك من لحظه اضافه الميه، انا بشغل العداد برضو، بحيث ان الاختبار ده بيبدا بعد كام، بعد 5 دقايق من لحظه اضافه الميه. ماشي، يبقى ما عملش الاختبار. ماشي، ادي العمود اهو عليه علامه عند الايه، عند ال 40، لان ارتفاع القالب ده كام، 40 صح. انا حاطط تحت، انا حاطط دلوقتي البلنجر على ايه، على سطح الايه، على سطح العجينه. معنى كده ان كل ما بينزل ينزل ينزل ينزل، كل ما التدريج ده بيقل بيقل بيقل. لو جه عند ال5 معنى كده ان هو تحت، المسافه ما بينه وبين قاع الجهاز كام، من قاع القالب لتحت كام، 5 متر. هيبدا يفتح الايه، يفتح المؤشر بتاعه بعد مرور الزمن اللي هو 4 5 سم، 4 5 دقائق خلاص. ويحاول كذا مره لحد لما يوصل ل ان هو يوصل للايه، لل 5 سم دول، لل 5 مللي دول. كل مره يزود نسبه الايه، نسبه الميه في الاول. ياخد العجينه دي، هو حط في الاول نسبه 20% من الايه، من وزن الاسمنت. طلعت لي قرايه قليله، قرايه كبيره، يعني مثلا طلعت لي 10 مللي. معنى كده ان مطلوب مني ان انا ازود الايه، الميه، عشان خاطر البلونجر ينزل اكتر ويوصل لل5 صح. افرض البلونجر نزل للقاع خالص، يبقى انا محتاج ان انا اقلل الايه، اقلل الميه. يبقى كل محاوله انا بعملها بطلع فيها نسبه الميه دي وصلت للقرايه دي ولا لا. ادي وصلت لل5 مللي او ال6 مللي اهو، 5 زائد او 1 يعني وصلت لل6 مللي. ماشي. ليه وزن، وزنه 300 جرام. الوزن بتاع العمود ده بيبقى 300 جرام. القالب بيبقى عمقه 40 مللي، قطره الداخلي العلوي 70 والسفلي 80. مخروط، شكل مخروط كده، من تحت 80 مللي ومن فوق 70 مللي. وتحت في قاعده زجاجيه. طبعا قلنا قبل ما استخدم اي حاجه بدهنها بزيت معدني ثقيل، بحيث ان انا بعد كده اقدر اشيل منها العجينه واستخدم الجهاز تاني، الجهاز ما يبصش معايا. البلونجر اهو طوله 50 مللي، قطره 10 مللي، بحطه بحيث ان الاجزاء المتحركه دي كلها تبقى 300 جرام. بجهز الاسمنت بتاعي في الغرفه، بحيث ان هو درجه حرارته، ياخد درجه حراره الغرفه 25 درجه. بجهز 400 جرام من الاسمنت، بحطه على السطح بتاعي غير مسامي، بحط عليه كميه ميه في الاول 20% من ال 400 جرام دول، يعني 100 مللي او 100 جرام ميه. ولما اجي احط الميه دي ابقى اشغل ستوب ووتش، بحيث ان هو ده يبقى صفر القياس بتاعي، الزمن اللي انا ضفت فيه الميه على الاسمنت. اخلط الاسمنت ده كويس واحطه في القالب، واشيل اي كميه زياده واحطه في وسط الايه، في وسط البلونجر بتاعي، يبقى في وسط الايه، في وسط القالب ده. اعاير الجهاز بتاعي بحيث ان انا لما احط على سطح العجينه من فوق، المفروض القرايه فوق تبقى كام، 40. طب لو لقيتها اقل او زياده، التدريج اللي فوق ده يتحرك برضو بصواميل، يبقى انت بتحرك التدريج ده بحيث ان الشرطه اللي على العمود تيجي على ال40 لما انت تكون حاطط البلونجر ده على سطح الايه، على سطح العينه.
دي اسمها معايره الايه؟ معايره الجهاز. بتفتح الاسطوانه دي الصواميل بتاعتك بحيث ان الاسطوانه دي تنزل بدون سرعه ابتدائيه بعد مرور 4 دقائق من صفر القياس. يبقى 4 دقائق من وقت اضافه الميه تبدا ايه؟ تفتح الصاموله بتاعتك دي. بعد توقف الغرز لما تلاقي فوق ان العمود ما عادش بينزل او 30 ثانيه ايهما اقرب. تنظف الاسطوانه من اي اسمنت عليها والقالب من اي اسمنت، وتزود كميه الميه على العجينه دي وتعمل المحاوله الثانيه. عاده بيتراوح نسبه الميه القياسيه دي ما بين 23% ل 28%. يبقى احنا الاول ضفنا كام؟ 20% اللي هي 100 مللي ميه على 400 جرام اسمنت. خلاص هي عاده هتطلع لك ما بين ال 23 لل 28%. لو خدت مثلا 3 قرايات، القرايه الاولى طلعت لك اقل من 5 مللي اهي. خلاص خدت في الاول نسبه ميه مثلا 28 فوق، خلاص طلعت لك اقل من 5 مللي. قللت نسبه الميه شويه طلعت لك ايه؟ اقل من 5 مللي برضه. قللت نسبه الميه لحد 20 طلعت لك القرايه 12 مللي مثلا اهي. ممكن تعمل تدريج كده وتعمل ايه؟ خط مستقيم ما بين الخطوط ما بين النقط دي، وتطلع عند ال 5 مللي هتلاقي نسبه الميه المضافه القياسيه كام؟ 25% مثلا. دي لو عاوز ايه؟ مش انك تعمل محاولات كتيره، 3 محاولات وخلاص.